اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، ما بالك بقى اللي جسمه من ازاز. لا أيتها الإنسان مارفن، لا تكسريني، أنا مصنوع من الزجاج، أرجوك. فكرني كده، ماذا قال له الملك تشارلز عندما التاريخ مليان بالملوك اللي كان عندهم مشاكل عقلية، منهم اللي كان عنده بارانويا الموت وقاعد طول حياته بيدور على اكسير يخليه يعيش للأبد، زي الامبراطور الصيني تشي هوانج، ومنهم اللي كانت مهووسة بالاستحمام في الدم عشان فاكرة ان ده هيحافظ على شبابها وجمالها، زي الكونتيسة إليزابيث باسوري. اما الملك اللي هنتكلم عنه النهاردة فده اغرب من كل دول، لانه كان فاكر نفسه مصنوع من ازاز. مين الملك ده بقى وايه حكايته؟ هقولك. الملك ده يا سيدي هو تشارلز السادس، ملك فرنسا من 1380 لحد 1422، يعني ملك فرنسا مده كبيره. طول الفتره دي كان فاكر نفسه مصنوع من ازاز، وده اتضح بعدين انه اضطراب نفسي شهير بيسيب ناس كتير، اغلبهم بيكونوا مشاهير او ذو سلطه، والدافع ورا المرض ده هو رغبتهم في الانعزال عن الناس او ايجاد مبرر لهزيمتهم او كسرهم، اللي هو انا اتكسرت او اتهزمت عادي مش مشكلتي، ما انا من ازاز، انتوا اللي سايبيني على رخامه المطبخ لوحدي. طب امتى اول مره الملك اكتشف فيها انه ازاز؟ الحكايه بدات مع الملك تشارلز لما كان لسه شاب صغير عنده 23 سنه، وخرج يصطاد وسط حراسه وفرسانه، واثناء ما هما بيصطادوا واحد من المرافقين بتوع الملك وقع الرمح من ايده، فالرمح لما وقع جنب الملك، عادي يعني حصل خير. لكن لا ابدا، ده الملك اول ما الرمح وقع من جنبه جات له هستيريا، وقعد يصوت زي اي ست اصيله شافت فار في البيت، وقعد يقول لهم هتقتلوني هتكسروني يا اغبياء. ومش بس كده، ده قتل 5 من الفرسان اللي كانوا معاه. ايوه حقه، الراجل برضو خايف على نفسه، ما يبقاش ملك ويا ما هنا ويا ما هناك وفي الاخر يلموه في جاروف. طب بعد ما قتل 5 من رجالته واتضح للباقيين انه مختل، المفروض بقى يعملوا معاه ايه؟ الناس اللي كانوا معاه وشافوه في الحاله الصعبه دي خافوا على نفسهم هم كمان لا يخلص عليهم، كتفوه ورجعوا بيه على القصر، بس حطوه وسط قلبين فوم عشان ما يتجرحش. بهزر طبعا، ما هو اللي حالته تجيب الهزار. تفتكروا بقى الحكايه خلصت على كده؟ الملك طول فتره حكمه كان بيعامل نفسه انه لوح ازاز، لدرجه انه كان بيخاف يستحمى. هتقولي امال كان بينظف نفسه ازاي؟ هقولك كانوا بيمسحوه بجرنان. طبعا مش محتاجه اقولك انه كان عنده هاجس لحسن حد يخبطه، ولا حتى يقع من على الحصان او يقع من على السرير وهو نايم ويتكسر 100 حته. عشان كده كان بيأمر الخياط اللي بيفصلوا الهدوم ان يحط له في الهدوم دي حواجز حديديه، كان ماشي بسور حديد غالبا. طب واحد بالمشاكل النفسيه دي المفروض يتحط في مصحه، هيحكم بلد ازاي؟ الملك تشارلز السادس بدأ حياته ملك كويس ومحبوب، لكن سلسلة المشاكل النفسية اللي جات له هي اللي أنهت حكمه. هو أنت فاكر إن كان عنده مشكلة الإزاز دي بس؟ لأ، ده كان بينسى كتير جدا إن هو ملك فرنسا، وأوقات كتير قوي كان بينسى اسمه، وبسبب المشاكل النفسية دي فرنسا دخلت في حالة من الفوضى والمشاكل وعدم الاستقرار. في نهاية القصة دي أنا عندي سؤال هيجنني، كل الملوك كانوا بيعلقوا على صدرهم نياشين وأوسمة، الملك تشارلز بقى كان بيعلق إيه؟ جباجيب وفواحات؟